أصبح التداخل بين روحانية شهر رمضان وكثافة الإنتاج الدرامي ظاهرة لافتة تعكس إشكالية عميقة في الوجدان العربي المعاصر. فالإنتاج الفني لم يعد مجرد مساحة للترفيه، بل تحول إلى ما يشبه طقسا موازيا يزاحم أجواء العبادة ويستنزف وقت الصائمين. ولم يتوقف الأمر عند حدود المتعة البصرية، بل امتد إلى محاولات تبدو ممنهجة لتفريغ الشهر من مضمونه القيمي عبر تكثيف مشاهد العنف والجريمة وتقديم الأسرة باعتبارها مصدرا دائما للأزمات. هذا الطرح تجسد بوضوح في الجدل الكبير الذي رافق مسلسل المهاجر مؤخرا. العمل حقق أرقاما قياسية متجاوزا 6 ملايين مشاهدة في حلقته الأولى، ما وضع المجتمع الجزائري أمام تساؤلات حادة حول طبيعة المحتوى الذي يستهلكه المراهقون تحديدا، ومدى مصداقية هذه الأرقام التي يعتبرها البعض وسيلة مصطنعة لصناعة شعبية وهمية لعمل قد يصطدم مع هوية المجتمع وقيمه. الخطورة هنا لا تتعلق فقط بإهدار الوقت خلال شهر يفترض أن يكون للعبادة والتقرب، بل تتجاوز ذلك إلى ما يمكن وصفه بعملية تطبيع أخلاقي تمرر تحت غطاء التسلية. فمع التكرار يبدأ المشاهد في تقبل سلوكيات منحرفة كانت في السابق محل استهجان، لينتهي الأمر بحالة من اللامبالاة الأخلاقية نتيجة الاعتياد على النماذج المشوهة المعروضة باستمرار. وفي حالة المهاجر تصاعدت المطالبات الشعبية بضرورة تدخل سلطة ضبط السمع البصري لوقف البث، انطلاقا من قناعة راسخة بأن شهر رمضان يجب أن يبقى حاضنا للقيم والتوبة، لا ساحة لاستفزاز الغرائز أو المساس بالمقدسات سعيا وراء الترند ونسب المشاهدة. هذا الاصطدام بين منطق صناعة الإثارة وقدسية الزمان يكشف عن حاجة ملحة لمراجعة وعينا الثقافي، حتى لا تتحول الدراما إلى أداة لإعادة تشكيل المفاهيم الأخلاقية بشكل تدريجي ومنظم يشتت انتباه الصائم عن جوهر رسالته الروحانية.